سيدنا إبراهيم خليل الله. يبدأ سيدنا إبراهيم يدعو قومه، بيبدأ بأبوه آزر، بيطلب منه إن هو ما يعبدش الأصنام وبيدعوه لعبادة ربنا سبحانه وتعالى الواحد الأحد. أبوه بيرفض رفض تام، بل كمان بيهدده، بيقول لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك. وعشان سيدنا إبراهيم الدعوة دي هو مكلف إن هو ينفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى، فالموضوع مش غلط في نفسه، فبينفذ كلام ربنا سبحانه وتعالى وبيبتعد عن ابوه، يعملش ابوه معامله وحشه ولا حاجه، وبيتحرك يشوف يبدا يدعو باقي الناس. تمر الايام وبتعدي وسيدنا ابراهيم بيدعو قومه، وزي اي نبي بيقابل صعاب وبيقابل تحديات. فسيدنا ابراهيم جه في مره من المرات القوم كلهم كانوا في مكان، سيدنا ابراهيم كسر الاصنام بتاعتهم. لما رجعوا من الحفله اللي هم كانوا عاملينها لقوا الاصنام بتاعتهم متكسره، فقرروا ان هم يشوفوا مين اللي عمل كده ويعاقبوه. قعدوا يقولوا مين اللي عمل كده، اكيد حد ما كانش معانا، فقالوا فتى يقال له ابراهيم، هو ده الوحيد اللي ما خرجش معانا اليوم ده، واكيد هو اللي عمل كده. سيدنا ابراهيم بيحاول يلفت نظرهم لحاجه بل فعلها كبيرهم، حد من الاصنام دي، كبير الاصنام دي هو اللي عمل كده وكسرهم. بيحاول يلفت نظرهم ويشغل دماغهم، الحاجات اللي انتوا بتعملوها شويه حجاره لا تنفع ولا تضر، لكن هم ما فهموش الرساله وقرروا ان هم يعاقبوه. بداوا يجمعوا حطب وحاجات عشان يولعوا في سيدنا ابراهيم. جابوا سيدنا ابراهيم حطوه في وسط النار، طبعا ربطوه ربط شديد جدا ووثقوه توثيق شديد قوي، وحطوه في وسط النار. ربنا سبحانه وتعالى ارسل سيدنا جبريل لسيدنا ابراهيم. سيدنا جبريل بيقول لسيدنا ابراهيم ألك عندي حاجة؟ سيدنا إبراهيم بيقول له أما أنت فلا، وأما الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وبيجي الرد الفوري من ربنا سبحانه وتعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. العلماء بيقولوا إن سيدنا إبراهيم لما حصل ده النار من شدتها فكت الوثاق والقيود، الحبال اللي متربط بيها اتفتتت بسرعة، وجسد سيدنا ابراهيم ما حصلوش اي حاجه، بل سيدنا ابراهيم قام وصلى وسط النار لربنا سبحانه وتعالى وشكره. آزر ابو ابراهيم اللي هو كان في الاول خالص رفضه، بيقول لي لا، بيقول له هارجمنك، اول ما شاف المشهد ده فقال نعم الرب ربك يا ابراهيم. كل ده بيحصل بسبب تسليم سيدنا ابراهيم التام لاراده ربنا سبحانه وتعالى. اذا اردت ان تسلك طريق التسليم فاتبع ما يقوله لك ابراهيم ولتثنى على عينك.